السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ احنا النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كشري بالخلطة او كشري مصري. كشري المصري من الاكلات الشعبية المعروفة والقديمة واللي بيحبها كتير قوي من الناس. بتتاكل في اي وقت بقى، صيف شتاء، على الغدا على العشاء، الحقيقة هي اكلة محبوبة. في ناس بتعملها كشري الحلة الواحدة، او يعني تقريبا معظم المكونات بتعمل في حلة واحدة. في ناس لسه على قديمه بتعمل كل حاجة لوحدها. بصراحة أنا من أنصار كل حاجة تتعمل لوحدها، وأقول لكم وجهة نظري واحنا شغالين في الفيديو. في ناس برضو بتعمل البصل علشان يدينا اللون الحلو والقرمشة الحلوة، تعمله تبدره بدقيق، وفي ناس بتبدره بالنشا. أنه الأفضل وأنه الأحسن هنعرف ده برضو واحنا شغالين في الفيديو معاكم. ازاي اعمل الشطة والدقة والكلام ده كله برضو هنعرفه مع بعض واحنا شغالين في الفيديو. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وعايزة اشوف ارائكم في الكومنت، وكمان تعملوا لايك وشير لكل اصحابكم. هنبدأ بقى زي ما تعودنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هيبقى معانا كمية من البصل. هقطع البصل كده زي ما انتم شايفين جوانح، او اقطعه يعني متساوي بقدر الامكان. انا جبت بصلة قسمتها نصين وابتديت اقطع البصل بشكل متساوي. ممكن تقطعيه جوانح كده وتسيبيها زي ما هي، وممكن تجيبي البصلة تقطعيها 4/4 زي ما انا عملت كده، كل نصين تقطعيهم مع بعض، يعني الحجم اللي انتي تحبيه. انا قسمت البصل بقى، خدت حبة صغيرين كده اجربهم بالنشا، لان في ناس بتقول لي بالنشا احسن وبيقرمش اكتر وكده، وفي ناس بتقول اللي بالدقيق احسن، او انا هي الحقيقة متعودة اعمل اللي بالدقيق. جبت كمان اللي بالدقيق، طبعا عملت الكمية الاكبر بالبصل الاكتر بالدقيق. انا بس عاملة تجربة بس بالنشا علشان افاضل بينهم الحقيقة، لاني ما جربتوش بالنشا قبل كده. بفركه كده بايدي وانا بقلبه علشان لو في بصل لازق في بعضه يفك من بعض. حطيت بقى كمية من الزيت على في كسرولة كده عشان اعمل اللي بالنشا، والطاسة برضو كمان حطيت فيها كمية علشان اعمل اللي بالدقيق. بالراحة كده واحنا بنحطه لانه بيفور، عشان ميبقاش حوالينا اطفال واحنا نخلي بالنا من نفسنا. طبعا بقى قلبت كده، هفضل اقلب فيهم لحد ما ياخدوا اللون اللي احنا عايزينه. بعد كده معايا كمية من الطماطم الحمراء. طبعا انتي بتعملي البصل او الطماطم او اي مكون حسب عدد الافراد اللي هتاكل يعني. ضربنا الطماطم في الخلاط وانتظرنا بقى لما يجي دورها. هنخلص بقى البصل كده ايدينا فيه. طبعا انتي لو بتعملي الاول مرة الاكلة ركزي بس في البصل، لانه ممكن ياخد لون لون ولون، يعني يبقى ابيض، جزء ابيض وجزء احمر لو انتي ايدك مش فيه على طول. فركزي في البصل افضل لحد ما تنزليه وتحطيه كده يتصفى. ده اللي بالنشا وخلص. هحط مصفى على بولة كده تكون متحملة درجة الحرارة بتاعة الزيت واصفي. طبعا ننزله بدري شوية، لانه انا بحس ان هو ممكن انت تبقي حاسة انه فاتح بس يغمق منك في لحظة كده من غير ما تاخدي بالك يعني، فنزليه افتح سن. الحقيقة بيقرمش، صوته واضح يعني وبيقرمش. وده كمان ده اللي بالنشا بيقرمش كمان، او يعني صوته بيعمل صوت في خرفشة بصراحة، بس اللي بالنشا صوته بيخرفش اكتر يعني، نشف اكتر يعني، او معضم، او يعني بيقولوا عليها ايه، بيعمل صوت مقرمشة اكتر، لكن مدياله طعم جميل. لكن بصراحة اللون التاني احلى اللي بالدقيق. ده الزيت اللي احنا استخدمناه للبصل، حطينا بقى في بولة وهنستخدمه في كل المكونات اللي جايه ان شاء الله. حطيت طاسة بقى على النار كده، حطيت عليها معلقة كبيرة توم مفروم، وهحط عليها الطماطم اللي احنا هنعملها صلصة. اول ما التوم ياخد لون جميل كده ذهبي، انزل بقى بالطماطم بتاعتي، وانزل على طول بالبهارات بتاعتها، شوية فلفل، كمون، كزبرة ناشفة، ملح فقط لا غير، واقلبهم مع بعض كده واسيبها بقى علشان اغطيها واسيبها تتسبك. مش عايزاها تسبيكة تقيلة قوي، لكن لازم تتسبك شوية. هنا حلة تانية بقى برضو حطيت فيها شوية ملح ومية، وحطيت فيها معلقتين برضو زيت من زيت البصل علشان المكرونة بقى يعني بفضل ان هي تبقى المكرونة الخواتم دي، او المكرونة الاصغر يعني المرمرية، بصراحة بحس ان هم انسب للكشري. ومعانا سباكيتي برضو. هحط المكرونة الاول لما المية تغلي، المية غليت اهي، هنزل بالمكرونة الاول الخواتم اللي احنا بنسميها خواتم، او واسيبها تغلي. مش عارفه انتوا بتسميها ايه يعني، ممكن تبقى خواتم في حجم اكبر منها شويه وفي حجم اصغر منها شويه، اعتقد دي الوسط يمكن،
ولا هو بس حجمين مش عارفة. بعد ما تغلي بحبها تاخد غلوتين الأول لوحدها كده قبل ما احط الاسباجيتي، وبعد كده بنزل بالاسباجيتي. الحقيقة الاسباجيتي بقطعها 4 وبكسرها 3 على 3 أقصد. ليه ممكن على 3 أو أكتر؟ لأن أنا مش عايزة دي. الأول هنشوف الصلصة بتاعتنا اهي. خلاص يعتبر كده استوت، أو ده يعني هندفع عليها، مش عايزاها أتقل من كده ولونها حلو. ده العدس بتاعنا بقى. العدس بتاعنا هنا غير العدس المصري بتاعنا الحقيقة. ده تحسي كده لسه مخضر شوية، ما استواش قوي، فما بياخدش قوي سلق، يا دوب على ما بيتحط كده غلوتين 3 بيكون خلاص فشر بقى. انا دبلت له بصلة، ممكن تعملي الخطوة دي ممكن تستغني عنها، وحطيته وشوحته فيها شوية، وحطيت له ملح وكمون وشوية توم والمية بتاعته ظبطتها، وهسيبه بقى يستوي. حلة تانية على النار نزلت برضو بزيت من بتاع البصل وشوية رز، بقلبهم كده في الزيت، وبعدين نزلت بالمية برضو هظبط الملح بتاعهم واسيبهم يستوي. لو تلاحظوا انا عاملة الرز من غير الشعرية، وهقول لكم برضو ليه عملته من غير الشعرية. غطيت بقى الرز برضو هسيبه يستوي كده. المكرونة خلصت معانا، غسلتها الحقيقة. انا بحب اغسل المكرونة، اي مكرونة بعملها لاي حاجة بغسلها بعد السلق. حطيت عليها زيت، وبحط عليها زيت برضو لان الزيت بيخليها كده يعني تفرط كده زي الرز واحنا بنغرفها، وبيديها طعم جميل جدا من غير ما تحطي عليها صلصة، بيبقى طعمها جميل. هنا بقى الشعرية بتاعتنا نزلت برضو في كسرولة، حطيت شوية زيت من بتاع البصل، ده هنستخدمه بقى طول ما احنا شغالين كده. حطيت الشعرية حمرتها، وحطيت شوية المية بتاعتها، ما بحطش مية كتير، يا دوب مسوية ليها كده او زي ده سن عنها يعني، وبحط عليها الملح بتاعها وظبطها واقفل عليها. طاسة بقى هحط فيها معلقة كبيرة توم مفروم ناعم، وهحط معلقة كبيرة كزبرة ناشفة، ومعلقة كمون، ونص او ربع كوباية خل، وكوباية مية كده على البارد، كله على البارد، وهقلبهم. وبعدين اشغل بقى النار ياخدوا غلوة مع بعض. دي الدقة. الرز بتاعنا استوى ما شاء الله، جميل وحلو ومفلفل. وكمان العدس جيب استوى، طبعا العدس زي ما قلت لكم ما بياخدش وقت. وكمان الشعرية هي استوت. احنا كده بنبتدي حاجتنا كلها تخلص اهي. وكمان الدقة خدت الغلوتين بتوعها، وهنطفي عليها. انا ما حمرتش توم الدقة، بعمله على البارد زي ما شفت. كمان الصلصة جاهزة ولونها حلو، محتاجناش نحط لها اي اضافات صلصة او اي حاجة. هنا بقى الشطة، حطيت برضو شوية زيت، وحطيت معلقة شطة، ممكن تحطوا شطة مجروشة او ناعمة. وبعد ما خدت تحميرة كده بتقلبتين، نزلت بكبشة صلصة اللي احنا عاملينها. البصل بتاعنا اهو جميل، وده البصل اللي بالنشا. بصراحة انا شايفة ان البصل التاني احلى، بصراحة عجبني شكله، مع ان البصل اللي بالنشا كطعم حلو وقرمشة حلو، لكن البصل اللي بالدقيق شكلا هو احلى، حتى لو قرمشته اقل يعني حاجة بسيطة، لكن برضو احلى. بالنسبة للحمص ممكن نجيبه معلب اللي جاهز، او بنسلقه، بنجيبه ونسلقه، ننقعه شوية وبعدين نسلقه، نسلقه عادي زي ما احنا متعودين نعمله الحمص الشام. بنسلقه، بنخليه ياخد كام غلوة كده لحد ما ندوس عليه كده نلاقيه خلاص استوى، بيتكسر كويس معانا. بنضيفه بقى، بنغسله وبنشطفه ونحطه مع المكونات بتاعة الكشري. انا بقى بفضل ليه بقى اعمل كل حاجة لوحدها. اولا الشعرية لما بتتعمل كمان مع لوحدها، انا بعملها كتير طبعا مع الرز، لكن انا اقصد لما يعني احيانا كده يجيلي مزاجي ان انا اعملها فعلا لوحدها، لما اكون بعملها للكشري طعمها تحفة. الشعرية اصلا تتاكل كده من غير حاجة لوحدها تحفة، وهي مطبوخة يعني بالملح. فانا لما بعملها مع الكشري بحس لا، لما بتاخدي منها كده مع الكشري او تحطيها على طبق الكشري بيبقى طعمها مميز يعني. كمان لما بنعمل كله في حلة واحدة، في ناس عندها مثلا بتحب حاجة اكتر من حاجة في المكونات، يعني هيغرف طبقه بس بيحب يحط مثلا مكرونة اكتر من رز، شعرية اكتر اقل، عدس مش عايز يحط عدس خالص مثلا، او عايز يحط حبة صغيرين يعني. فبتبقى الافضل ان كل واحد كل حاجة لوحدها، وكل واحد ياخد الحاجة يغرف حسب رغبته بقى، بيحب ايه اكتر يحطه اكتر يعني، او في حاجة مكون ما بيحبوش خالص ما يحطوش.
انا بصراحه مش جاي لي قلبي كمان اعمل كله مع بعضه في حله واحده الحقيقه لانه مع ان انا دقته من الناس عاملينه في حله واحده طعمه جميل، لكن انا حاسه انه كده افضل، علشان كمان اللي له رغبه يحط حاجه او ما يحطش حاجه او يزود، يبقى براحته. ادي طبق الكشري بتاعنا، حطينا كل المكونات، طبعا هرفيه بالشكل اللي تحبيه. حطينا كل المكونات مع بعض. بالنسبه بقى زي ما قلت لكم للبصل، انا يعني حاسه انه شكلا وبرضو ملمس كويس وبتقرمش وكل حاجه، اللي هي بتاعه اللي بالدقيق، وبرضو التانية حلوه، بس لونها بس مش عارفه هو برضو هو معاكم بيعمل كده ولا لا. انا بصراحه النشا معايا خليتها كده لونها مجهر كده ومعلمه عليها شكلها واضح ان عليها حاجه بيضه يعني. فهل هو البصل بيبقى معاكم كده بتاع النشا، ولا انا بس النشا بتاعتي مختلفه؟ مش عارفه، ياريت تقولولي في الكومنت لو حد عمل يعني بتعمل معاه البصل اللون كده. انا هنا بغرف بقى كمان معاكم طبق الكشري. طبعا احنا عملنا مع بعض عملت لكم تجربه البصل ده وده، وانتوا ليكوا الاختيار يعني، هما الاتنين حلوين زي ما قلت لكم، عشان مديها طعم حلو برضو كويس للبصله. الدقيق ممكن ما يكونش مدي طعم، يعني هو البصل مقرمش وخلاص لكن مش مديله طعم، لكن نشا حاسه ان مدياله طعم تسكيره بقى شويه، ولا ان هما طعم كويس يعني. فانتوا ليكوا بقى ان انتوا تختاروا يعني. انا عملت لكم الاتنين اهو، الاتنين حلوين والاتنين بيقرمشوا والاتنين جمال، بس انا عندي اللون اختلف شويه، النشا لونها مبيض، ف يعني يعني غالبا هستخدم اللي بالدقيق زي ما انا متعوده، لكن الاتنين كويسين. اللي حابب يستخدم ده يستخدم، انا قلت اعمل لكم التجربه كده بقى على الهوا. دي بقى الطبق بتاعنا، ودي المكونات: الشطه، الصلصه، عدس بجبه، الشعريه، والحمص والدقه، والرز والمكرونه، كل حاجه طبعا موجوده معانا. حطيت طبعا طبق، انا عملت معاكم الطبق دلوقتي وجربته، بصراحه طعمه جميل. لو حابين بقى تزودوا شطه براحتكم وتزودوا صلصه براحتكم، لكن هو كان طعمه ما شاء الله جميل وتحفه. منتظر آرائكم في كومنتات. ياريت تفعلوا الجرس وما تنسوش تشاركوا لكل أصحابكم وأحبابكم وتعملوا لايك، وأشوفكم في وصفة جديدة إن شاء الله على خير. في أمان الله، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.